السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. السلام عليكم ورحمة الله. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم وتعادل الزمالك مع المحلة وفوز الأهلي على كهرباء إسماعيلية 4-2. تصدر الأهلي مع المصري والزمالك بنفس الرصيد وهو 18 نقطة، ولكن الأهلي يتبقى له مباراة لأن المصري والزمالك لعبوا 10 مباريات والأهلي لعب 9 مباريات، فكده في المركز الأول بفارق الأهداف المصري، ثم في المركز الثاني الزمالك، ثم في المركز الثالث الاهلي برصيد 18 نقطه. ياتي في المركز الرابع سيراميكا كليوباترا ب 17 نقطه، وبعد كده المركز الخامس وادي دجله مفاجاه الموسم والحصان الاسود برصيد 15 نقطه. في المركز السادس بيراميدز 14 نقطه، وده المتصدر المحتمل لانه له 3 مباريات يعني 9 نقط. لو فاز في الثلاث مباريات وخد النقط كلها كامله يعني 9 نقط هيبقى 23 نقطة، يعني هيبقى في المركز الأول وفارق نقطتين لو الأهلي كمان فاز بالمباراة المؤجلة عن الأهلي. ده بالنسبة للمركز السادس اللي هو بيراميدز. المركز السابع إنبي 14 نقطة، المركز الثامن سموحة 14 نقطة، المركز التاسع بتروجيت بنفس الرصيد 14 نقطة، يعني في 3 مراكز أو 4 مراكز من السادس للتاسع بنفس الرصيد 14 نقطة، ولكن بيراميدز الوحيد اللي له مباريات مؤجلة. المركز العاشر الجونة ب 12 نقطة، المركز ال 11 12 نقطة ده زد، المركز ال 12 مودرن سبورت ب 12 نقطة، وده برضو مشتركين الثلاث مراكز دول من العاشر لل 12 في 12 نقطة. 13 البنك الأهلي 11 نقطة، 14 غزل المحلة ب 11 نقطة، 15 الحدود حرس الحدود ب 11 نقطة، 16 الجيش 9 نقط، 17 الاتحاد 8 نقط، كهرباء الإسماعيلية 8 نقط في المركز 18، 19 فاركو 5 نقط، 20 المقاولين العرب 5 نقط، 21 الإسماعيلي 4 نقط. وده موقف الإسماعيلي، ولازم الإسماعيلي يدوق طعم إن هو ينزل درجة تانية عشان يفوقوا لنفسهم ويلعبوا لمصلحة فريقهم، والإدارة تفكر في فرقتهم بشكل كويس جدا، لأن موقف الإسماعيلي ده سببه إدارة الإسماعيلي ولاعيبته اللي هم واضح إن مش في دماغهم أي حاجة، كل واحد بيفكر في نفسه بس. وأيضا المقاولين العرب برضو سياسة اللي هو الاهتمام بالناشئين والكلام ده كله سياسة كويسة، ولكن في البطولات زي الدوري والكلام ده انت محتاج يبقى عندك لعيبة وقوام تقدر تنافس بيه وتفضل في الدوري على الأقل. طبعا هم عندهم فرص في الراوند الثاني ان هم يبقوا، ولكن الموقف هيبقى صعب جدا. الثلاث فرق دول تحديدا فاركو والمقاولين والاسماعيلي.